مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائل الإثرية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة لمزارعي إقليم عنسبة للتركيز على الإنتاجية العالية. عقد سمينار عن قانون العمل في مندفرة. تنظيم دورة في المناهج والتدريس للمعلمين الجدد في مديرية عدقية. اتفاق أمريكي استرالي بشأن المعادن النادرة وتفاؤل باتفاق مع الصين. إيران تلقي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيرجي لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا تنفيذ تفاهمات الرئيسين الروسي والأمريكي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة المزارعين إلى التركيز على المزارع الصغيرة التي يستطيعون إدارتها وخدمتها بشكل جيد، وتلك التي يحصلون منها على عوائد مربحة بدلا من المساحات الكبيرة. وقال مسؤول وحدة تنمية النباتات في المكتب السيد تسفى برهان حقوس أن المزارعين سيكونون أكثر فعالية إذا اتبعوا التدريب والنصائح والمعلومات التي تقدمها وزارة الزراعة. وحث المزارعين على الاستعداد للتغيير واستخدام البذور المختارة والمتوافقة مع المناخ والتربة. وذكر بأن وزارة الزراعة تعمل مع مؤسسات البحث لضمان توفير البذور المختارة، موضحا زراعة أنواع كثيرة من بذور القمح والذرة والدخن المختارة والتي باتت تحظى بقبول جيد من المزارعين. وأشار إلى أهمية أعمال الحفاظ على التربة والمياه في زيادة الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة الاستفادة من كل قطرة ماء تهطل في الزراعة، موضحا التخطيط لزراعة 58,820 هكتار هذا العام على مستوى الإقليم، وتنفيذ أكثر من 98% منها بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وفيما يتعلق بأوضاع الخريف، أفاد بأن الأمطار هطلت خلال 105 يوم العام الماضي، بينما لم يتجاوز عدد مرات الهطول هذا العام 70 يوما فقط. وسجلت أعلى نسبة من الأمطار في بلدة قمحاري وأدنى نسبة في بلدة قلت. وفي الختام حث المزارعين لحصاد مزارعهم مبكرا وإجراء دوريات في حقولهم لحمايتها من التلف بالأمطار المتأخرة والآفات الزراعية. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفرة سمينارا يوم 19 من أكتوبر في مدينة مندفرة حول قانون العمل وتطبيقه. وأوضح مسؤول المكتب السيد جبريل كحساي أن الهدف من التنوير هو توضيح الحقوق والواجبات وتأمين مناخ عمل صحي لرفع الإنتاجية. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هايلي جبريل ميكائيل وجود برنامج للقيام بأنشطة تنوير منتظمة في المديريات. وأشار مدير مديرية مندفرة السيد هزكياس وهبت إلى أهمية التنوير المقدم، مناديا بضرورة تقديم الدعم للمرأة العاملة والتي تتحمل مسؤولية مزدوجة. في غضون ذلك دعم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفرة الطلاب المحتاجين وذوي الإعاقة الذهنية باللوازم الدراسية. نظم مكتب التعليم في مديرية عدقية تدريبا للمعلمين الجدد حول مفاهيم التدريس والمناهج في 19 من أكتوبر الجاري. تم تقديم التدريب ل 41 معلما ومعلمة من 15 مدرسة تدرس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مدير التعليم بالمديرية الأستاذ مبرهتوم تسفوم أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين الجدد في عملية التعليم والتعلم، وتوضيح أساليب التدريس التي يجب عليهم اتباعها، والتعرف على توقعات الطلبة لتعزيز رغبتهم في التعلم. وأشار مسؤول مكتب التعليم الأستاذ بيانة تسفاي بأن التدريب كان مناسبا، وحثهم على أن يكونوا قدوة في عملهم والسعي لإنتاج طلاب ناجحين. يقوم سكان ضاحية ماريت في مديرية نخفة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وإصلاح الطرق الترابية. وأفاد المشاركون في النفير إلى أن البرنامج بدأ منذ شهر سبتمبر بمشاركة 300 شخص يوميا، وسيواصلونه لدوره الهام في استقرار البيئة وتنمية المياه الجوفية. وذكر مدير ضاحية ماريت السيد حامد حمد أن البرنامج يأتي في إطار الأعمال السنوية لتثبيت التربة وإصلاح الطرق المنجرفة. هذا وتقع ضاحية ماريت على بعد 25 كيلومترا قرب مدينة نخفة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة. من جهة أخرى تلقى 39 امرأة في مديرية نخفة دورة تدريبية ل6 أشهر في التطريز نظمها الاتحاد الوطني للمرأة.
وأوضحت مسؤولة مكتب المرأة في المديرية السيدة راية عثمان في مراسم التخريج في 15 من أكتوبر أن التدريب يهدف إلى تمكين المرأة، حيث بدأت 15 من المتدربات العمل حاليا. من جانبها شكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة راكي إدارة مديرية النخفة ومكتب العمل والرعاية الاجتماعية لسعيهما في إنجاح التدريب. دعا قائد مركز شرطة مديرية تسنية النقيب عبد النور شريف الشرطة الأهلية لتعزيز دورها في الأنشطة التي تقوم بها الشرطة للحد من الجرائم والمخالفات القانونية، وذكر أن أهداف الشرطة الأهلية تشمل منع الجريمة والكشف عن المجرمين وضمان السلم والأمن والنظام وتعزيز العلاقة بين المواطنين والشرطة وضمان حصول مراكز الشرطة على معلومات مبكرة عن الجرائم المرتكبة في مناطقها. واستعرض الجرائم المخالفات وحوادث المرور المسجلة على مستوى المديرية بالأرقام، ودعا المواطنين إلى زيادة تعاونهم مع الشرطة، حيث أن ضمان السلم والأمن للمواطنين والبيئة من أهم مهام الشرطة. وأكد المشاركون بدورهم استعدادهم للمساهمة بشكل فعال في ضمان أمن أحيائهم، متعهدين بتعزيز تعاونهم مع الشرطة. ومن جهته حث مدير مديرية تسنية السيد سيوم جبر يسوس أعضاء الشرطة الأهلية على أن يكونوا جادين لضمان بيئة هادئة ومجتمع مسالم. استشهد عضو فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط المناضل إيوب قرين تسفى ميكائيل اليوم 21 من أكتوبر جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 69 عاما. التحق المناضل إيوب بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في شهر يناير من عام 1975، وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم الشؤون الاجتماعية بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل إيوب قرين رب أسرة وأب ل5 أبناء، وأوري جثمانه الثرى عصر اليوم 21 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل إيوب قرين، وتعزي ذويه ورفاقه المناضلين وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اتفاقا بشأن المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحرجة في البيت الأبيض، في حين توقع ترامب أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين. وقال ترامب أن التفاوض على الاتفاق مع أستراليا استغرق 4 أو 5 أشهر، مضيفا أنه سيناقش مع ألبانيز أيضا التجارة والقواصات والعتاد العسكري. ويعتزم ترامب تسريع تسليم قواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا، مما يشير إلى استعداده لتخفيف التوتر مع بكين والدفع باتجاه تعزيز العلاقات الدفاعية مع حليف رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. يأتي ذلك في خضم مواجهة مستمرة بين الصين والولايات المتحدة، إذ أعلنت بكين أنها ستفرض قيودا على تصديرها، الأمر الذي دفع ترامب إلى إعلان رسوم جمركية بنسبة 100% تطبق بداية من نوفمبر المقبل. وتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بين، معلنا أنه سيزور الصين مطلع العام المقبل بدعوة من بكين. نقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله أن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبتمبر الماضي. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن لاريجاني صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي بأن التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لم تعد ذات تأثير، مؤكدا أن إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة. وردا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تفعيل آلية الزناد، قال لاريجاني أن وزير الخارجية عباس عراغجي كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة أنه إذا فعلت آلية الزناد فإن الاتفاق سيصبح كأن لم يكن. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وجاء في بيان الخارجية الروسية أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
من جهة أخرى قال متحدث باسم روبيو في واشنطن أن الهدف من المحادثات هو التوصل إلى حل دائم للحرب الروسية الأوكرانية بما يتناسب مع رؤية الرئيس ترامب. بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين، أعلن ترامب رغبته في لقاء بوتين في العاصمة المجرية بودابست ربما في غضون أسبوعين، حيث لم يحدد موعد اللقاء بعد. في الخبر الأخير، أعلنت باكستان عن إطلاق أول قمر صناعي فائق الطيفية من مركز يوشيوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية في خطوة علمية وتقنية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال رصد الأرض ومراقبة البيئة. ويتميز هذا القمر الصناعي بقدرته على التقاط الأشعة المنعكسة من الأرض عبر مئات النطاقات الطيفية، بخلاف الكاميرات التقليدية التي تلتقط فقط أطياف الألوان الأساسية. وتتيح هذه التقنية تحليل الصور بدقة عالية وتمييز مكونات الأرض المختلفة مثل النباتات والمباني والملوثات، بل وتمكن من قياس نسب عناصر معينة في التربة والغطاء النباتي. وبحسب وكالة الفضاء الباكستانية، فإن هذه القدرات ستستخدم في مراقبة البيئة والفلاحة والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث الطبيعية، مما يجعل من القمر الجديد أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة في البلاد. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توجيه دعوة لمزارعي إقليم عنسبة للتركيز على الإنتاجية. عقد سمينار عن قانون العمل في مندفرة. تقديم دورة في المناهج والتدريس للمعلمين الجدد في مديرية الدقيق. اتفاق أمريكي استرالي بشأن المعادن النادرة وتفاؤل باتفاق مع الصين. إيران تلقي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيرجي لافروف وروبيو بحثا هاتفيا تنفيذ تفاهمات الرئيسين الروسي والأمريكي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.